في حاجة باقولها في التصوير كده ساعات، إن أنا ما بارضاش أتنازل عن تفاصيل، يعني مش القصد إن هي مكلفة، تفصيلة في ديكور، تفصيلة في إكسسوار، تفصيلة في حاجة زي كده، فباقول لهم يعني أنا أتمنى إن شاء الله إن الفيلم ده يعيش أكتر مني في الدنيا، فمش عايز أسيب حاجة مسيئة. لمتني الصدفة تمامًا يعني. لأ كنت بادوّر ساعتها وقت الدراسة على حاجة غير تقليدية، ما كنتش عايز أبقى خالص مرتبط بشغلانة من 09:00 ل17:00 دي. ابتديت أدوّر ساعتها واتكعبلت كده في السينما، يعني قصدي ما كانش طموح كبير وحلم كبير وكده، بس لمّا سمعت عن المعهد وتحمست له، ولمّا دخلت بقى تحمست أكتر وأكتر وحبيت، اتسحرت بقى لمّا دخلت يعني. هي مرحلة طويلة جدًا من أول ما بييجي لي الscript، يعني بنبتدي نقاشات كتيرة جدًا مع المُخرج في الحدوتة نفسها، ابتدي أكوّن تصوُّر، ابتدي أشوف لو حد عمل تصوُّر مقارب للي كان عندي ده، أتفرّج عليه من باب الفضول، يعني نشوف إزاي أقدر أختلف عنّه، إزاي أقدر أستفيد من حاجة حصلت قبل كده، ابتدي أحُط خطة، أخُش في تفاصيل أكتر في الخطة، وابتدي أوجّه الcrew بتاعي وأتّفق على التفاصيل التنفيذية دي مع الإنتاج ومع الديكور وكده. مرحلة التصوير نفسها ابتدي بقى أنفّذ الخطة دي وابتدي أحل المشاكل، لإن مرحلة التصوير بتبقى عادةً مليانة مشاكل. وبعدين بعد ما بنخلّص خلاص باتفرّج على الفيلم وابتدي أقول رأيي فيه، وابتدي برضه أشوف مرحلة الcolor grading هاعملها إزاي، لإن الفيلم لمّا بيركب ورا بعضه برضه بتبقى الواحد طبعًا بيبقى عنده خطة وتصوُّر وكده، بس بعديها بافكّر لمّا الفيلم بيبقى في شكله النهائي، بيبقى برضه ممكن يقول لِك حتّة زيادة. مهم جدًا، جدًا يبقى في plan، ولذيذ جدًا لمّا الواحد بيغيّر الخطة، بس قصدي يعني الواحد عمره ما اتّبع الخطة بشكل دقيق. يمكن بنتبعها بشكل دقيق جدًا في المشاهد الصعبة أوي، المكلفة جدًا، فدي بتبقى حاجة اللي فيها post production كتير وgraphics وكده، دي بتبقى حاجة محتاجين نبقى دقيقين فيها شرحًا وتنفيذا، بالضبط زي ما قُلنا، عشان فيها أقسام كتيرة جدًا. بس في الحاجات اللي غير كده التغيير بيبقى لذيذ، لأن الواحد كل ما بيتطور وكل ما بيشوف مراحل الفيلم بأداء الممثلين، بالشكل النهائي اللي نفذنا بيه، اللي شوية بيشفت عن الخطة الأساسية، بتبتدي الbuild up يزيد، وبيبتدي رؤيتك تتضح أكتر، وبتبتدي إضافتك تكتر، فعدم التقيد ده شيء مهم ولا حاجة. باحس إن إحنا عندنا تاريخ غني جدًا، باحس إن إحنا مرّينا بعصور كتيرة، وعندنا طبقات كتير، وعندنا ثقافات كتير، وأحداث كتيرة جدًا حصلت، فعندنا تاريخ وثقافة غنية جدًا، جدًا. مش سهل تلاقي هذا التنوع والdiversity دي في حضارات كتير، فإحنا متميزين في الحتة دي. ما بيتهيأليش عدّيت بحاجة زي كده. يعني طبعًا الواحد يحب يعمل شغل متميز، بس هو الشغل المتميز بيستفز الواحد إن هو يبقى عايز يعمل حاجة في نفس المستوى، ب ب بيتحفز لمّا بيشوف شغل كويس، بس ما حسيتش أبدًا إن أنا نفسي كنت أنا اللي أبقى مدير تصوير وده، هو خلاص الفيلم ده شكله، دي هيئته، ده هو كده. يمكن العكس بقى، يمكن لو فيلم حلو جدًا وفيه شغل مش على قد مستوى الفيلم، ساعتها ممكن الواحد يقول يعني كان نفسي الصورة تبقى بشكل أنسب، أليق للفيلم. أنا مش شايف إن في ستايل محدد، وشايف إن دي ميزة. التنوع شيء مهم جدا، التنوع في الطرق، التنوع في السكيل بتاع الافلام والميزانيات، التنوع في انواع الحواديت وانواع الافلام نفسها، ده شيء مهم جدا وبنتعلم منه، وبتلاقي فيه مناسب لكل الاذواق، لان مش كل الاذواق بتقدر نفس الحاجه، فدي ميزه مهمه جدا ان احنا يبقى عندنا تنوع كبير. يعني يمكن ان انا كنت بزعل على شغل، يعني في البدايه الواحد كان بيبقى ميت على اي فرصه، ولما كان في فرص بتروح كان الواحد بيزعل قوي، بس امنت بقى فكره النصيب، وبفكره ان الواحد يعني اللي ما عملوش يبقى مش بتاعه، والفرص الحقيقيه هتيجي لما الواحد يبقى مستعد. يعني القلق الزياده ده حاجه بتحمل الواحد زياده عن اللزوم يعني. بس يعني اتأثرت طبعا بناس، بس مش بحد معين، يعني كنت بقول ان الواحد التنوع مهم والتغيير مهم، وبالتالي التنوع سواء في انواع القصص اللي بنحكيها، في الستايل اللي بنحكي بيه، في الناس اللي بنتعامل معاهم، كل ما غيرنا كل ما هيكون ده شيء مفيد. فأي حد بيعمل عمل جذاب يعني ويأثر فيا، بيأثر فيا إنسانيا، يعني بيأثر فيا كمان في مستوى الشغل، مفيش حد متبني اتجاهه بشكل كبير يعني. جربوه كتير، يعني ابتدي نمي مهارتك بالاكسبيرينس، بانك تحط نفسك في تحديات وتجارب كتيره جدا، تتعاونوا، تعملوا تكتلات، كل حد تتشاركوا فيها، يعني تبقوا فريق بيشارك نفسه، بيشارك بعضه نفس الطموح، وتبتدوا شغل فعلا، مشاريع صغيره ما تعقدوهاش يعني. وعندنا فرصه ان احنا نعرض على السوشيال ميديا، دي فرصه ما كانتش موجوده زمان، فاشتغلوا بسرعه ووروا شغلكم حتى لو مش عاجبكم قوي. ما تستناش ابدا انك تبقى جاهز، حاسس انك جاهز تماما، لان ده عمره ما هيحصل. انا لغايه دلوقتي ولما بسمع ناس في اسواق اكبر مننا بيبقى دايما الواحد نفسه في حته كمان، يعني ميزانيه اكتر شويه،
10 دقائق كمان، يومين كمان، يعني قصدي عمر ما الواحد بيبقى مستعد تماما. فهو الديدلاين هو اللي بيفرق. فحطوا ديدلاينز للمشاريع والتزموا بيه، اذروايز الواحد بيتعطل زياده عن اللزوم. ولازم تبقى عندك هدف، عندك دافع للهدف، تبقى عارف انت عايز الهدف ده ليه اصلا. وده سؤال لما الواحد بيساله لنفسه ساعات بيتفاجئ ان هو، بس لازم يكون امين مع نفسه يعني. ساعات بيتفاجئ ان هو الموتيف الدافع ورا الحاجه اللي هو عايزها دي مش حاجه مهمه، دافع من الايجو، دافع من الغيره من حاجه معينه. قصدي بتحصل كتير قوي ان الواحد بيقفش نفسه، ايه اللي انا عايز يعني، ايه كلام فاضي. فلما بنحط لنفسنا الاسئله دي بتبتدي تتضح لينا خطتنا اكتر بكتير. بالتاكيد دايما في حاجات نفسي اعملها، في حاجات ما عملتهاش ونفسي اعملها، ولو هعمل حاجه مقاربه لحاجه عملتها قبل كده احب اعملها بشكل مختلف خالص. التكرار دي حاجه انا ما بحبهاش وبشوفها بتموت موت الابداع. عايز مواضيع كويسه وتاثر في الناس. في حاجه بقولها في التصوير كده ساعات، ان انا ما برضاش اتنازل عن تفاصيل، يعني مش القصد ان هي مكلفه، تفصيله في ديكور، تفصيله في اكسسوار، تفصيله في حاجه زي كده. فبقول لهم يعني انا اتمنى ان شاء الله ان الفيلم ده يعيش اكتر مني في الدنيا، فمش عايز اسيب حاجه مسيئه. فبحاول اعمل كده في اختياراتي، وبحاول اعمل كده في شغلي بشكل عام. الواحد بيبقى خارج فاكر ان امكانياته اكتر من حقيقتها، بيبقى في ثقه زياده كده كدابه شويه. حلو الطموح، بس الواحد يبقى عارف ان هو طموح مش امكانيات حقيقيه، لان الواحد لما بيتحط في ارض الواقع بيتصدم شويه. فدي حاجه يعني احب انبه نفسي ليها لو رجعت لنفسي زمان. والحاجه الثانيه ان الواحد كان قلق قوي ولا زلت الحقيقه، نفسي الجزء ده يبقى ابسط شويه. يعني الواحد ما يقلقش هذا الكم من القلق طول الوقت، لانه حاجه مش يعمل اللي عليه، ده اكيد يفكر كويس ده اكيد، بس يعيش حياته ويتبسط ويقلل مستوى القلق عشان ده شيء مضر.